السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا عرب، اعدموا موضوع الأسرى، اعدموا 11,000 أسير، وقد تم التوافق على إعدام 11,000 أسير داخل السجن بالسجون الإسرائيلية، والعرب متفرجين. أين الجيوش العربية؟ أين الزعماء؟ أين زعماء العرب؟ أين الشعوب؟ أين الناس؟ تكلموا. أين اليوتيوبيرات والتوكتوكيرات عاد في عروقكم دم، عاد بو غيرة، عاد بو إنسانية، عاد بو عروبة، عاد بو نخوة، عاد بو دين. 11,000 أسير يتم التوافق على إعدامهم داخل السجن. عيب عيب. عاد احنا رجال نخلع على الجبال خلع، استحوا على وجاهكم. والجيوش العربية حقنا جيوش الكوبش، جيوش الكوبش عادهم ندور ندين إيران ونستنكر. تضرب لا تخلي من لا بقي من يشب الوقيد. صهاينة كلهم. توسعت إسرائيل، توسع حقنا لبنان، توسع الأردن، توسع سوريا، توسع كل يوم تزحف شوي شوي شوي، وصلت لدرجة أنها تعدم الأسرى داخل السجن. خلاص تتخلص منهم، وهذا منع يأكلهم ويشربهم. كيف تتخلص منهم؟ ما تشوف كلهم تقتلهم. والفتالين حقنا الزعماء حق العرب حرمنهم يزيدوا يصفقوا ويصيروا يدفنوا عليهم، يصيروا يحنبوا بالجثث. أما أنهم يصيحوا ويقولوا لا كذا احنا رجال واحنا هذه منطقتنا واحنا معانا جيوش واحنا كذا، لا. الجيوش العربية حقنا للأسف ضد الشعوب، ضد شعوبها. خلاص الوحش الأكبر، ما قدرناش نوقف إسرائيل، ما حدا سلموا لها المنطقة، سلموا لها المنطقة وبطلوا مفتالا، ما عندكم رؤساء وزعماء. لا لإعدام الأسرى، لا لإعدام الأسرى، لا لإعدام الأسرى، ولا أشعلناها حرب عالمية من كل صوت، من كل موضع قدم في الأرض، كل واحد من تجاهه. إذا رضوا زعماء العرب والجيوش العربية بإعدام الأسرى بالقانون هذا وتمدد إسرائيل، فهو أكبر، يعني أكبر دليل واضح لنا بأن تنظيم القاعدة على حق، برغم أنه الله سبحانه وتعالى قال من يتولهم فهو منهم. ما هو زعماء العرب حقنا كلهم يدوا الطاعة لأمريكا وإسرائيل، يهودونا، كفرونا، استغفر الله العظيم. طالب الجيوش العربية بالتحرك، والشعوب العربية بالتحرك، والزعماء الذي فوق الكراسي، كراسي الكوبش، بالتحرك فورا لمجابهة هذا السرطان الخبيث الذي موجود في جزيرة العرب. هذا إسرائيل، هذه سرطان خبيث موجودة في جزيرة العرب. خليتونا حسينا بالعجز، حسينا ان احنا عاجزين، استحوا على وجهكم. خلاص يعني قد ديناصور إسرائيل، هذه ديناصورة تأكل الكل. وهي والله لو ما أمريكا، قسما بالله لو ما أمريكا ما تصمد أمام إيران ولا حتى أمام حماس، ما كانت تصمد حتى أسبوع. استحوا على وجهكم، ولا رتبونا، افتحوا لنا باب الجهاد وإحنا نسير، إحنا نقاتل. عاد إحنا رجال حرام، لا نأكل إسرائيل هذه مأكل، وأمريكا 200 صاروخ للأسطول الأمريكي، هذا 200 صاروخ وعميك الأسطول هذا بكل أبايب أبو لقع على البحر. هو حقها المنظومات الدفاعية، ما حد تجرأ، ما حد تجرأ. سلام الله على إيران، ذي تضرب شرق وغرب ما خلتش مكان. حرام انها دخلت التاريخ من اوسع ابوابه، دخلت التاريخ ومن شاء ومن ابى. ذي تضرب اسرائيل، تضرب امريكا، ذي تضرب القواعد، ذي تضرب الجن والعفاريت. صح انها ضربت مصالح في الخليج لكن وشركات ومؤسسات وكذا، ولكن معاها حق، معاها حق. ذي تضرب امريكا، ذي تضرب من دول الخليج. منين اسرائيل تتمدد واحنا ساكتين ملطسين؟ يتزحف لبنان، الأردن، سوريا، ذي ينفذوا المشروع حق إسرائيل الكبرى. هيبز نص السعودية، وربما يبز الجزيرة العربية بكله، ويبز نص مصر، ويبز لبنان وسوريا والأردن وعاد، وهيبز التهم الجزيرة كله.
واعدام. ها مش هم يهودوك وبس، يعدموك انت ما انتش بشر، انت مجرد وحش بشري. هم شعب الله المختار. احنا عاد احنا نتحرك، لا انتهى. مع باقي نخسره، مو الشيء الذي عاد احنا باقي نخسره. قرحوا حرب عالميه، لا باقي ما نشب الوقت، ما عابش حاجه نخسر، يقرحوا حرب عالميه. ذي نموت الموت البطيء، خلونا نموت موته واحده ويترحموا علينا ذي بعدنا عيالنا. اقل حاجه يترحموا علينا، يقولوا والله انهم كان عندهم حميه ودين، الله رحمه الله عليهم. ما يقولوش لعنه الله عليهم، حرمناهم سفل او كانوا عملاء وصهاينه. اقل حاجه استحوا. قرروا حرب عالميه، حرب عالميه لا بقي ما نشوفها. لو قد يو ثبتنا ووقعنا رجال، يو انتهى وانتهى إسرائيل هذا، يو انتهينا ومتنا موتة بشرف واحنا نقاتل. لا تخلونا نموت موت البعير، استعوا على وجاهكم. ايش هذه السفالة؟ حرام لو يتم اعدام الاسرى وما تحركش اي زعيم عربي، انكم فتالين وانكم اعداء ليوم الدين، وانكم محاسبين بهذه. تحياتي لكم، تحياتي للاحرار مش للفتالين. السلام عليكم ورحمة الله.